جربتي تعيش حياتك على مهلك؟ طب قولي كم مرة كنت بتشرب حاجة بتحبها وما حسيتش بطعمها، او نسيت اصلا ان في حاجة بتحبها انت بتعملها عشان انت مشغول بالتلفزيون او عندك شغل دلوقتي، او بتتكلم مع حد من اصحابك فمهتمتش اللي انت بتشربه ومعرفتش ليه طعم مع انك شربته. طب كم مرة كنت مع ولادك علشان تقضي وقت معاهم بس كل همك انك تخلصي اللي انت بتعمليه عشان بعديها عندك حاجة تانية تعمليها؟ طب كم مرة كنت قاعد قدام اللابتوب وفتح التلفزيون وتاكل وكل ده بتعمله في نفس الوقت بس انت ما استمتعتش بأي حاجة فيهم؟ ايه رأيك توقف كل ده وكفاية نجري ورا مشاغل الحياة وعيش اللحظة، عيش حياتك على مهلك؟ لان انت لما تعمل كده هنا فعلا بتبدأ الحياة وتبدأ تستمتع بحياتك. وعشان تقدر تعمل ده في كم نقطة لازم تخلي بالك منهم. رقم 1، ركز كل تفكيرك وشعورك في اللي بتعمله دلوقتي وخلي باقي الأمور على جنب. تاني حاجة، فكر نفسك دايما بالحاجة الأساسية اللي انت بتعملها دلوقتي. تالت حاجة، خلي عندك جدول منظم وغير مزدحم عشان تقدر تدي لكل حاجة حقها. وقول لنفسك ان في امور ما نقدرش ان احنا نعوضها وان الوقت اللي بيروح مش بيرجع تاني. احنا مش هنرجع صغيرين ولا هنقدر نرجع اللحظات اللي عدت عشان نستمتع بيها تاني، بس نقدر نستمتع بيها دلوقتي. اكتبولي في الكومنتات ايه اكتر لحظات استمتعتوا بيها واديتوها فعلا حقها. كان معاكم مها احمد.